اصلا انا ابني مش بيعرف يتكلم عربي، وانا بنتي بتفهم عربي بس مش بتعرف ترد بالعربي. اصلا اولادي في انترناشونال سكول ومش بيعرفوا يتكلموا عربي. للاسف بقى شيء ملفت جدا ان اولاد كتير عرب ومش بيعرفوا يتكلموا عربي. هو احنا ليه بطلنا نكلم ولادنا عربي؟ اللغه العربيه تكاد تكون مش موجوده في اغلب البيوت، وكلام يعني اللغه العاميه بتاعتنا مش الفصحى. للاسف بقى فيه طمس لهويتنا. صحيح ما اقدرش انكر اهميه اللغه الانجليزيه وانها لغه تواصل بين الشعوب، المشكله ان الموضوع بقى زي اللايف ستايل، وناس كتير بقت تشوف ده من كماليات الحياه، كأن ولادهم لو ما اتكلموش انجليش ده هيقلل من برستيجهم. علموا ولادكم اي لغه تحبوها، بس اتكلموا معاهم طول الوقت بلغتهم الام، لان هي الاساس. كلموهم بلغتهم عشان ما تضيعوش هويتهم. اغلب شعوب العالم معتزين بلغتهم جدا ومش بيتكلموا غيرها، زي تركيا والمانيا والصين واليابان وغيرهم كتير. للاسف احنا في المجتمعات العربيه ما بقاش عندنا اعتزاز باللغه وبهويتنا. منظمه اليونسكو في بيان ليها اوصت بضروره تعلم الطفل للغه الام في سنين تعليمه الاولى، لانها بتمثل اساس وجود المجتمعات والشعوب. علموهم يتكلموا عربي عشان يعرفوا يقروا دينهم ويقروا القران. اهتموا بالعربي. لو الجيل ده طلع كله مش بيتكلم عربي هتبقى كارثه، لانه ده طمس لهويتنا العربيه. الشخص الذكي هو اللي بيتكلم لغات وفي نفس الوقت مش بينسى هويته. شاركوني ارائكم، ومين ولاده بيتكلموا عربي ومين بيحاول عشان يخليهم يتكلموا. بغني عربي وبلهجتي